عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ والنهارده هنجيب ازاي البدل الثلاثه دول من اللعبه دي. فيلا بقى، لايكاتكم الجميله واشتراكاتكم الرائعه. الطريقه يا جماعه ان احنا لازم ندخل اللعبه دي وكمان نلعب ونجمع فلوس عن طريق اللعب. البدل هنجيبها من هنا زي ما انتم شايفين كده. انا خدت اول واحده دي، انا خدتها عن طريق ان انت بتشتريها من اللعبه، بتدوس مكان البريشيوس ده. البدل دي اول واحده دي بتاخدها على طول، مش لازم توصل لليفل معين يعني، لازم بس تجمع 7500 يعني 3000 قصدي و500. اما التانية يا جماعة دي لازم توصل لليفل 10، والتالتة دي لازم توصل لليفل 20 وتجمع 20000. يعني بصراحة هي متعبة شوية، بس 3 بدل دول هم اللي هتاخدهم في اللعبة. في 3 ألعاب، في لعبتين قصدي، لعبة سرفايف وفي لعبة تانية اللي هي اللعبة دي. أنا نصيحة العبوا اللعبة التانية اللي هي بتاعت البحث دي. اوكي، هنا بيقولك لازم تجمع اكبر حاجه ممكنه، حاول تجمع اكتر حاجه ممكنه في اللعبه، يعني فاهم؟ يعني لازم تكون اول واحد تجمع الحاجات اللي موجوده هنا. يعني بص ده ناصح، ده جاب هنا اهو. تمام، اوكي، شايفين؟ خد المفتاح. تمام، مش مشكله، احنا بنروح نجمع من الاماكن التانية. اهم حاجه تجمع اكتر قدر من المفاتيح يعني. اوكي، اهو المكان يا جماعه. تمام، اللعبه دي يا جماعه حلاوتها ان هي بتديك درجات يعني، اما التانية لازم تفوز. يعني دي انت مش لازم تعمل، بس تاخد درجات. يعني بص، تجمع من هنا اهو، ال3 دول بتجمع منهم المفاتيح. زي ما انتم شايفين يا جماعه، انا زدت 200، كنت 300 زدت 200. تفضل تلعب كده لغايه ما تزيد، لكن اللعبه سرفايف لازم انت تفوز، عشان يعني اللعبه التانية دي
لازم تفوز عشان تقدر تاخد نقط، لو خسرت مش هتاخد ولا بوينت، فانت لازم تلعب اللعبه التانية. اللعبه دي للاسف لازم تفوز عشان تاخد النقاط، لكن لو ما خدتش، لو ما فزتش مش هتاخد نقاط، فعشان كده هي رخمه شويه اللي هي السرفايف دي. فانت حاول بقدر الامكان تلعب اللي هي التانية دي، بتجمع منها نقاط، دي تفضل تجمع منها. والمفاتيح الزرقاء دي يا جماعه بتديك ليفل، بتزود الليفل بتاعك، يعني حاول تجمع كتير مفاتيح زرقاء هتزود عندك الليفل، تمام، وتزود عندك الليفل وترفع الليفل اللي عندك اكتر يعني. دي يا جماعه دي لازم تفوز، دي لازم تفوز عشان تقدر تاخد نقاط. ما فزتش مش هتاخد نقاط، يعني تفضل عايش اخر واحد، يعني لازم تكون انت ان شاء الله يا رب تقعد ساعه، بس لازم تكون انت اخر واحد، يعني مش فيش وقت مثلا عاملينه تايمر مثلا ان انت تفوز، لا لازم تكون اخر واحد واقف على المكان ده. فهي دي بصراحه البواخه بتاعت اللعبه، يعني انت تفضل قاعد كده مستني اللي جنبك هو اللي يموت. خلي بالك انت لو دوست على المربعات الصفرا دي بتنفجر بعد شويه، يعني بصوا اهو بتنفجر بعد شويه. طبعا انا ورايا عشان انا لو وقفت هتنفجر بيا خلاص، تمام. فانا بحاول بقدر الامكان ان انت ما توقفش، حاول بقدر الامكان اول ما تلاقيها حمراء ابعد عنها لانها بتنفجر، تمام. شايفين انا اللي فزت، فزدت كام نقطه، بصوا 600 كنت 500 زدت 100 بس. اما التانية دي يا جماعه كل ما بتجمع مفاتيح زرقاء بتبقى احسن ليك، لكن دي تفضل تعمل كده لغايه ما انت اللي تكسب، فخدت بس 100 نقطه بس. لازم توصل لليفل 10 والتانية لازم توصل لليفل 20 عشان تقدر تاخدها. اوكي يا جماعه، ده الفيديو بتاعنا، ربنا يكون عجبكم، وهتلاقوا لينك اللعبه في الوصف. يلا لكم سلام.